ملتقى الصداقة بين الشعوب من نادي اليخت الإسكندرية. معنا ومعاكم الفنان طارق الدسوقي. عرفنا حضرتك اهلا بيك يا فندم. شرفنا حضرتك في الملتقى في اسكندرية. عرفنا بقى انطباعك عن الملتقى والعنوان بتاعه. سعيد جدا جدا بوجودي النهارده في اسكندريه ومع اهل اسكندريه وفي نادي اليخت، وخالص شكري وتقديري وامتناني على الدعوه الكريمه من الاستاذ حسين عبد الله وكل القامات والهامات الكبيره اللي شرفوا النهارده، وعلى اختيارهم الموفق جدا للصداقه بين الشعوب، ويبقى الاحتفاليه بمناسبه كمان عيد الحب، لانه فعلا هو الحب اللي بيجمع بين الشعوب، هو اللي بيجمعنا كافراد كمان الشعب الواحد. وانا يمكن في كلمتي اكدت على هذا المعنى، انه من غير حب لن تستقيم الحياه ومش هيبقى فيه في الدنيا يعني. وافضل واكبر واطهر انواع الحب هو حبنا للوطن، وعلشان كده النهارده كنا بنحتفل كمان باسر الشهداء معانا، لانهم الناس اللي هم يعني ضحوا بارواحهم وبحياتهم ودفعوا دمائهم ثمن للدفاع عن الارض والعرض، عشان احنا نقيم هذه الاحتفاليه ونحيا في امن واستقرار وطمانينه. باقة حب وسلام ببعتها لكل أهلنا في مصر وفي العالم العربي وكل شعوب العالم. والمقولة اللي نطلع بيها من هذه الاحتفالية أن الانتصار الحقيقي يكون للإنسان بصرف النظر عن جنسه أو عرقه أو دينه أو لونه، والانتصار ايضا للارض اللي هي العرض اللي هي الوطن. مره تانية انا بشكر حضراتكم جدا، ويا رب ان شاء بشكر الله حضرتك وتشرفنا بحضرتك. نفضل دايما في امن واستقرار وطمانينه، ونلتقي دايما بحب في كل مناسباتنا القوميه يا رب باذن الله. شكرا. بأمر الله اتشرفت بحضرتك. شكرا.